السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين وحبايب ومتابعين قناة عائلة جوجو. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة طريقة سهلة وبسيطة لعمل رموش الست، اللي كلنا بنحبها والاطفال بيحبوها والكبار بيحبوها. رموش الست الدايبة المرملة السهلة البسيطة، وان شاء الله تلاقي كل المكونات عندك في البيت، مش هتشتري حاجة من بره. والطريقة ان شاء الله سهلة. شايفين الجمال وشايفين اللون الذهبي كده اللي شكله كده يشجع على الاكل على طول. كل الكبار والصغيرين كلنا بنحب رموش الست كده. اما بتيجي علبة حلويات من عند بتاع الحلويات، كلنا بندور على قطعة رموش الست ديت، من جمالها ومن طعمها الحلو كلنا بنحبها يعني. قبل ما ابتدي معاكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل جرس عشان ينزل لكم كل جديد. اول حاجة معايا هنعمل الشربات بتاع الرموش. كوباية ونص مية على كوباية ونص سكر، وعصرة ليمونة، وكيس فانيليا، وبذرة ملح. انا هنا ما حطيتش بذرة الملح الا بعد المية ما غليت، بس انا ببقى احطها، بس انا نسيت فرجعت حطيتها هي. بذرة الملح دي يا جماعة بتخلي الشربات يكسر السكر بتاعه، ما يكونش بينحر قوي في الاكل. معايا بقى معلقتين لبن بودرة، هنحمرهم كده في طاسة كده على النار اهي، بس بكل سهولة. معايا بقى كوباية زيت على سمن، ومعايا كوبايتين دقيق، ومعايا نص كوباية سميد، ومعايا نص كوباية سكر بودرة، ومعايا بيضتين، وشايلة من البيضتين صفارة بيضة. اول حاجة معايا هنزل بالسكر على السمنة بتاعتي، السمنة سايحة اهيت على الزيت، ده سمنة على زيت، عايزة تعملها بسمنة بس عادي. هنضرب السكر مع السمنة على طول، لما السكر يدوب، هو كده كده اصلا سكر بودرة فبيدوب بسرعة. هتدوبيه كويس قوي في السمنة، وتضربيه كده بالمضرب اليدوي زي ما انت شايفة، لما تحس خالص ان ما عادش سكر، عشان ما يقرقش معاكي في الرموش وانت بتاكليها. يبقى كده المكونات بتاعتي كوباية سمنة على زيت، او كوباية سمنة بس، بيضتين ونشيل منها صفارة، نص كوباية سميد، معلقتين لبن بودرة، 2 كوب دقيق. نزلت بقى بالبيض بتاعي بعد ما السكر داب في السمنة، البيضتين الا صفراية، شلت الصفارة على جنب عشان هندهن بها الوش بتاع الرموش، وهنضربهم كويس. طريقة سهلة خالص وما فيهاش اي حاجة، والنتيجة بتاعها زي العسل. هنحط بقى الدقيق بتاعنا اهوت، ونحط الدقيق السميد او دقيق السمولينا او دقيق البسبوسة يا جماعة، بيجي من عند العطار سايب، او لو عندك اكياس ماشي، بس السايب بيبقى اوفر يعني. ونزلت بكل المكونات الجافة بتاعتي اهوت. لو لقيتها لينة انا نزلت عليها بمعلقة دقيق سميد تاني، لان النص كوبايه بتاعتي ما كانتش يعني نص قوي، انا اللي عملت العيار غلط، هو نص كوبايه، انا كنت عاملاها اقل من نص، هي نص كوبايه السميد، كده المقدار صح. بس عشان تعرفي تشكليها كويس، وعشان ما يكونش فيها، يعني تعرفي تمسكها بايدك، ما تكونش سايحه ولا تسيب منك ولا اي حاجه. هحط بقى نص معلقه بيكنج باودر اهوت، وهقلبها كويس، العجينه متماسكه كده وحلوه، ما تكونش برضو متماسكه قوي عشان ما تفلقش وتشرخ منك. اهي شايفين الجمال، العجينه مظبوطه زي الفل، العيار مظبوط خالص خالص خالص. هجيب بقى الصاج بتاعي اللي هعمل فيه، او الصينيه اللي هغبس فيها، وهشكلها زي ما انتوا هتشوفوا. جبت دي صفارة البيضة، حطيت عليها نص معلقة خل وبذرة فانيليا. مفيش فانيليا خلاص، انا حطيت يعني نص معلقة خل كده عشان زفرت البيض. وهشكل بقى الرموش زي ما انتوا شايفين كده يعني. اهوت باخد قطعة وبحاول اخلي القطع كلها قد بعضها، عشان ما يكونش واحدة صغيرة وواحدة كبيرة، ما يكونش شكل الرموش كده حلو. بحاول اخليها كل التقطيع تقطيعة واحدة اهيت. باخدها بعملها زي صابع الكفتة كده، بس قصير شوية ومتختخ شوية.
هو العجينة اصلا مظبوطة وزي الفل كده. العيار انا ما بعملش الا بالعيار ده على طول عندي. اهوت كده خلصت الكمية كلها. هي همسك بقى الشوكة بتاعتي عشان اديلها شكل الرموش. زي ما انتوا شايفين كده، يا دوبك تكة بسيطة، تكة بسيطة. ولازم تعملي فواصل بين الرموش وبعضها عشان هي يعني بتنفش شوية. فلازم يكون في فواصل عشان خاطر ما تسحش على بعضها. والمفروض كمان انا كنت وسعت عن كده كمان شوية. بالشوكة كده وبتدي شكل الرموش اهوت. شايفين الجمال؟ بس كده خلصتها كلها، وهدهنها بقى الوش بتاعها بالبيض. نص معلقة الخل دي بتفرق جدا في البيض. بالذات الصفار بتاع البيض، عشان هو اصلا يعني الزفارة بتاع البيض بتبقى في الصفار. فبحط نص معلقة الخل ديت، ما بتخليش اي ريحة زفارة خالص، وبذرة فانيليا عليها بس. بس كده ادخلها بقى على الفرن على طول. اهوت على فرن متوسط. شايفين الجمال؟ شايفين طلعت شكلها عامله ازاي؟ اللون الذهبي بقى كده الجميل. معايا بقى الشربات بتاعي بارد طبعا، لان انا عملته الاول وسبته يبرد. وهنزل بقى ده كوبايه ونص سكر على كوبايه ونص ميه. عايزه هو فايض مني شويه يعني، ممكن تحط كوبايه سكر على كوبايه الميه، وده العيار لو انت يعني مش بتحب الحاجه مسكره قوي. اهوت هو كده. يعني فاض كمان شويه شربات. هشيلها بقى كده يعني لما بتشرب الشربات بتاعها. بسيبها كده شويه ساعه ما بتشرب الشربات. بتطلع كده لوحدها من قلب الصينيه، هي بتسيب لوحدها ولا لازقه ولا اي حاجه. شايفين الجمال؟ تحفه تحفه تحفه. هاخدها بقى رصها كده واحده واحده جنب بعضها كده في طبق التقديم. اهيت اللي ما طلعتش هتطلع لما بتشرب الشربات اللي تحتها، بتقوم سايبه لوحدها. دايبه كده ومرمله وتحفه وحاجه والله ما مكلفه خالص، وبسيطه وسهله. اي حد مبتدئ لسه عايز يعمل اي حاجه حلوه. وطبعا الشتا بيحب بقى الحاجات الحلويات والحاجه الحلوه كده بالليل واحنا قاعدين، اي حاجه كده حلوه مع كوبايه شاي. شايفين الجمال؟ عندك بقى شويه مكسرات، شويه فستق مجروش، شويه بندق، شويه سوداني، اي حاجه بقى عندك. انا ما عنديش الحمد لله يعني مش هحط حاجه. لو عندك اي حاجه حطيها بقى عليها. مكسرات هي بتتاكل كده لوحدها من غير اي حاجه. طعمها حلو ولذيذه يعني. الكوبايتين الدقيق ونص كوبايه السميد عملوا الكميه دي كلها، كميه حلوه يعني. كميه محترمه يعني. شايفين بقى الجمال؟ شايفينها عامله ازاي؟ دايبه كده. شايفين؟ تحفه تحفه تحفه، دايبه ومرمله وزي العسل. وبألف هنا وبألف شفا. وما تنسوش تعملوا اللايك والشير وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.